أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم. تربة كربلاء، ما هي قيمتها عند أهل السقيفة؟ سأضع لكم نموذجا لتعلموا ما قيمة هذه التربة عند هؤلاء الذين يدعون حب أهل البيت عليهم السلام، وبعد ذلك سنرى ما هي قيمتها عند رسول الله صلى الله عليه وآله. لنشاهد. هناك خبر عن احتجاز مجموعة من المتشيعين المصريين راجعين منين؟ من أربعينية الحسين رضي الله عنه في العراق. احتجزوهم في مطار القاهرة. يعني كمان روحوا داروا أربعينيات كمان. ما هو يعني هو القصة كلها ان في واحد اسمه طاهر الهاشمي، ده بيحاول يأثر على بعض الناس في دي الصورة بتاعته. طاهر الهاشمي قاعد وتحتيه حيدر قنديل على اليمين كده شوية جنب اللي هو اللي لابس غطرة خضرة، ده طاهر الهاشمي، وتحتيه ده مصور اسمه حيدر قنديل أيضا شيعي، والباقي طبعا يعني فيهم متشيعين وفيهم من الصعيد. ودوهم لأربعينية اسمها أربعينية الحسين رضي الله عنه وأرضاه في العراق، ومنهم بعض جه من قيمة حوالي كام يوم كده 3 أيام أو 4 أيام، واتقبض عليهم واحد منهم وخرج بعد ما أخذوا الكتب، والمجموعة كلها اتقبض عليها امبارح أمس حوالي الساعة 8:30 بالليل، وهم اتقبض عليهم. اتقبض عليهم ده بعد الاحتجاز ولا؟ لا مش بعد الاحتجاز، يعني اللي هو الاحتجاز يعني تحدث عن الاحتجاز الاحتجاز. معنى الاحتجاز. الله أكبر، أصبحت جريمة أنك تزور سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وتبكي عند قبره كما بكى عليه رسول الله قبل استشهاده. قبضوا واحتججوا زوار الحسين، يعني تزور قبر معاوية يرحبون بك في المطار، تزور قبر خالد بن الوليد يرحبون بك، أما تزور سبط رسول الله لا، جريمة هذه، تقبض وتحتجز. لا حول ولا قوة إلا بالله. احتجزوهم في المطار لمدة حوالي 3 أو 4 ساعات، وأخذوا منهم كل جميع الكتب اللي كانوا يعني جايبينها من هناك، منهم كتب طبعا مراجعات وليالي بيشاور وحاجات، يعني كتب بتدعو كتب شيعية للتشيع. أخذوا منهم كل شيء، يعاملونهم وكأنهم مهربي مخدرات أو قتلة ألقوا القبض عليهم. ماذا وجدوا عندهم؟ أسلحة؟ مخدرات؟ لا، كتب. حتى الكتب أخذوها منهم، يخافون حتى من الكتب. الآن إذا ذهبت إلى إيران أو العراق تجد المكتبات مليئة بكتب أهل السقيفة. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن دين أهل البيت عليهم السلام دين قوي ورزين لا يخشى كتب خصمه. أما أهل السقيفة لأن دينهم بني على الكذب يخشون من كتاب واحد يدخل إلى بلادهم، لأنهم يعلمون أن دينهم مغشوش وينهار بسهولة. لذا تجد الوهابية يكذبون على أتباعهم كما يشاءون، لأنهم يعلمون أن كتب الشيعة ممنوعة في بلادهم. نكمل. واخذوا منهم انا بسميها التربه الكهربائيه او الكربلائيه، اخذوا انت تقول منهم. كهربائية؟ بتهزر يعني؟ تعرف في تربة الكترونية، تعرف الموضوع ده؟ الله المستعان. تحسب عدد السجدات كمان خير والله. تطوير ما هو دين ابديت زي ما احنا عارفين. نعم. طبعا احتجزوهم في المطار، وكان يعني سألوهم مين المشرفين على الرحلة، طب خرجتوا بفلوس ايه، طب رجعتوا بفلوس ايه، طب ايه هي الكتب ديت بتاع. والمفروض ان الكتب ديت هتروح للمصنفات الفنية وهتروح لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر. نعم. ولو لقوا ان الكتب دي تصادم منهج أهل السنة والجماعة الشريعة الإسلامية، هيتم يعني بلاغ من المجمع البحوث الإسلامية، والناس اللي هي كانت جايباها ديت هتبتدي يتعامل معاها، يعني يفتح معاها تحقيق ان هو يعني بيدخلوا مصر كتب مخالفة أو مخالفة للدين الإسلامي. وطبعا أخذوا منهم التربة الكربلائية والكلام ده كله، جايين بتراب كمان، جايين بتراب طيب. الحجر دي اللي بيسجدوا عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. شاهدتم كيف استهزأ بتربة كربلاء وكأنها تربة حقيرة لا قيمة لها، ويقول حجر الذي يسجدون عليه، ويقول أن أصحاب هذه الكتب سيتم التحقيق معهم لأنهم أدخلوا كتب تخالف دينهم. يعني تدخل كتب النصارى واليهود عادي جدا، أما كتب أهل البيت لا، جريمة هذه. أما الوهابي يدخل بكتبه المجوسية إلى إيران ولا أحد يتكلم معه أو يفتح معه تحقيق. وهنا يظهر لكم الفرق الشاسع بين قوة دين أهل البيت وهشاشة دين السقيفة. وأخذوا منهم أنا بسميها التربة الكهربائية أو الكربلائية.
شاهدتم كيف يستهزئ؟ يعني الوهابي إذا أعطيته بعر جمل عائشة سيقول بعر جمل أمنا ريحه ريح المسك ويقبله وينام معه. أما تربة كربلاء لا، هذه لا قيمة لها. إليكم هذا الحديث لتعلموا لماذا الشيعة يقدسون هذه التربة، وهل هذا التقديس هو من نسج خيالهم أم يقتدون بسنة رسول الله. وإذا ثبت أنها سنة نبوية وأعطاها خصوصية فهؤلاء سيكونون قد استهزأوا بسنة رسول الله ولا يتبعونها. نشاهد البداية والنهاية لابن كثير الجزء 7 صفحة 170. وقال أحمد عن عبد الله بن يحيى عن أبيه أنه سار مع علي عليه السلام وكان صاحب مطهرته، فلما جاء نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى علي: اصبر أبا عبد الله، اصبر أبا عبد الله بشط الفرات. قلت: وماذا تريد؟ قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وعيناه تفيضان، فقلت: ما أبكاك يا رسول الله؟ قال: بل قام من عند جبريل قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات. فقال: هل لك أن أشمك من تربته؟ جبرائيل عليه السلام بوحي من الله قال لرسول الله بأن الحسين سيقتل، وقال له: هل لك أن أشمك من تربته؟ عجيب، يشم التربة؟ ما قيمة هذه التربة التي يشمها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نكمل. قال: فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيناي أنفاضتان. في الحاشية يقول: صحيح، صححه الأباني. بعد شمها بكى رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا الفعل الأول من رسول الله أنه شم تربة الحسين، وهذه التربة لمسها رسول الله وجبرائيل عليه السلام. مصدر آخر روى نفس هذا الحديث، المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري صفحة 1558. أخبرتني أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو حائر، ثم اضطجع فرقد ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت به المرة الأولى، ثم اضطجع فاستيقظ وفي يده تربة حمراء يقبلها. فقلت: ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال: أخبرني جبريل عليه الصلاة والسلام أن هذا يعني الحسين عليه السلام يقتل بأرض العراق. فقلت لجبريل: أرني تربة الأرض التي يقتل بها، فهذه تربتها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. هذا الفعل الثاني من رسول الله أنه لا فقط شم هذه التربة بل قبلها. إذن رسول الله يقبل التربة الكهربائية. هل وافق الذهبي الحاكم في هذا التصحيح؟ نتأكد من ذلك. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري الجزء 4 صفحة 440 نفس الحديث. يعلق الذهبي قائلا في التلخيص: مر هذا على شرط البخاري ومسلم. حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله أخذ هذه التربة بيده الطاهرة وشمها أمام أنظار جبرائيل عليه السلام الذي جاءه بوحي من الله، وبعد شم هذه التربة قام بتقبيلها. ما قيمة هذه التربة التي تجعل خير خلق الله يقبلها؟ ألا يدل هذا على حبه الشديد لهذه التربة؟ ألا يدل هذا على أنه أعطاها خصوصية وبركة؟ نفس هذه التربة كانت مع هؤلاء الزوار الذين تم القبض عليهم وإهانتهم وحجزهم، ويأتي اليوم فسق وفجر يستهزئون بها وبرسول الله صلى الله عليه وآله. التربة الكهربائية. إليكم هذا الحديث من البخاري، ودققوا جيدا معي أحبتي لأن الأمر سيصبح خطيرا جدا. نشاهد فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني الجزء 4 صفحة 200. حديث 1597 عن عمر أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله. عمر جاء إلى الحجر الأسود فقبله. عجيب، عمر يقبل الحجر؟ ما قيمة هذا الحجر؟ ولماذا يقبله عمر؟ عمر يجيبكم فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. يقول عمر بأن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، ومع ذلك يقبله. ولكن لماذا؟ ما هو السبب الذي جعله يقبل هذا الحجر الذي على حسب قوله لا يضر ولا ينفع؟ نكمل. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله يقبلك ما قبلتك. الله أكبر، عمر قبل الحجر لأن رسول الله قبله، يعني اقتدى بفعل رسول الله. فلماذا يا وهابية تلومون الشيعة حين يقتدون برسول الله ويقبلون تربة كربلاء؟ أليس رسول الله قبلها؟ نحن نقتدي بسنة رسول الله ونقبل ونشم هذه التربة كما قبل الحجر الأسود. نشاهد هذا المقطع ودققوا في كلامه. الدرس الثاني: وجوب التمييز في الجمادات كالحجر
ونحوه. فهناك بعض الأحجار وبعض الجمادات جعل الله لها مزية عن غيرها بأمر من الله جل وعلا. بأمر من الله جعل الحجر أو الجمادات قدسية وميزها عن غيرها. هل الله ميز تربة كربلاء عن غيرها؟ الجواب نعم. هو أوحى إلى رسوله وبعث إليه جبرائيل وملك القطر ليريه هذه التربة وشمها وقبلها. فمثلا من الأحجار التي لها مزية ليست لغيرها مثل ماذا؟ الحجر الأسود. الحجر الأسود ليس لغيره، ولذلك عمر رضي الله عنه عندما كان يطوف بالبيت يوما من الأيام فاستوقفه الحجر، يعني وقف كذا قدام الحجر ونظر إلى الحجر الأسود. شوف العقيدة، شوف التوحيد، شوف التسليم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المؤمن. إذا من يقبل تربة كربلاء هو مؤمن ويسلم ويتبع سنة رسول الله. نكمل. فقال يا حجر، جاي قبله، ناظر كذا، قال يا حجر والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. عارف أنك حجر، والله ما تقدر تضرني ولا تقدر تنفعني، لأن الضار والنافع هو الله جل وعلا. شوف الاعتقاد. ثم قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هنا نجي المسألة إيش؟ التسليم والاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والشيعة يقبلون ويحتفظون بهذه التربة اقتداء برسول الله. نكمل. ليش نحب الحجر بالذات؟ ليش طيب أنا أحب حجر ثاني؟ ليش كذا؟ نقول هذا أمر الله. لماذا الشيعة يقدسون هذه التربة ولا يقدسون تربة أخرى؟ يقولون هذا أمر الله، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول والله بختار أسوي، لا، هذه ما فيها خيرة. والله عز وجل وصف أهل الإيمان بأنهم في تعاملهم مع هذه النصوص القرآنية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ماذا؟ يسلموا تسليما، يسلمون تسليما لشرعة الله جل وعلا. إذا الشيعة يقدسون هذه التربة لأن الله ورسوله أعطوها قيمة وخصوصية، ويتبعون سنة رسول الله لأنه قبلها وشمها، كما أن عمر قبل الحجر الأسود لأن رسول الله قبله وأعطاه خصوصية. فهل هذا الوهابي سيقول بأن عمر يقبل الحجر الكهربائي؟ التربة الكهربائية؟ لا، عمر مؤمن يتبع سنة رسول الله في تقبيل الحجر. أما الشيعة لا، مشركون يقبلون التربة التي قبلها رسول الله. ما لكم أيها السفهاء كيف تحكمون؟ لماذا باء عمر تجر وباء الشيعة لا تجر؟ يعني الوهابي إذا أتيته بتربة كربلاء وقلت له قبل هذه التربة لأن في دينك رسول الله قبلها، هل سيفعل؟ لا، بل سيستهزئ بك وبالتربة ويقوم باعتقالك. هل هؤلاء عندهم مشكلة مع التربة؟ لا، هؤلاء عندهم مشكلة مع رسول الله وأهل بيته. التربة الكهربائية. إليكم هذا الحديث، كتاب إسحاق الخير الماهرة للبوصيري، مجلد 7، صفحة 239. وعن أنس بن مالك قال استأذن ملك القطر ربه أن يزور النبي صلى الله عليه وآله فأذن له، وكان في يوم أم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله يا أم سلمة احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحد. فبينما هي على الباب إذ جاء الحسين بن علي عليه السلام فاقتحم ففتح الباب فدخل، فجعل النبي صلى الله عليه وآله يلتزمه ويقبله، فقال الملك أتحبه؟ قال نعم. قال إن أمتك ستقتله، إن شئت أريتك المكان الذي تقتله فيه. قال نعم. قال فقبض قبضة من المكان الذي قتل فيه فأراه، فجاء بسهلة أو تراب أحمر. ملك القطر جاء بتربة كربلاء لرسول الله، يعني ملك القطر أتى من كربلاء إلى مطار مصر ومعه التربة الكهربائية، فألقوا القبض عليه لأن بحوزته هذه التربة. ماذا نفعل مع هؤلاء؟ يستهزئون بجبرائيل وملك القطر. نكمل. فأخذته أم سلمة، يعني أخذت التراب فجعلته في ثوبها. قال ثابت فكنا نقول أنها كربلاء، رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه. ماذا فعلت أم سلمة؟ احتفظت بهذه التربة في ثوبها، وفي رواية أخرى في خمارها. لماذا احتفظت بها أم سلمة؟ والله عجيب هذه التربة. إذا أم سلمة احتفظت بالتربة الكهربائية، يستهزئ بالله وبرسوله وجبرائيل وملك القطر وأم سلمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ما ذنب هؤلاء الزوار؟ فعلوا مثل أم سلمة، أخذوا هذه التربة واحتفظوا بها، فلماذا تلومونهم يا وهابية؟ يعني إذا جاءت أم سلمة من كربلاء ومع هذه التربة التي أتى بها جبرائيل وملك القطر، هل ستلقون القبض عليها والتحقيق معها وتقولون لها ما هذه التربة؟
نعوذ بالله من هؤلاء. الحق أعمى قلوبهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يشاهد مصدر آخر صحح هذا الحديث، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، الجزء 9 صفحة 221. وعن أبي الطفيل قال: استأذن ملك القطر أن يسلم على النبي صلى الله عليه وآله في بيت أم سلمة، فقال: لا يدخل علينا أحد. فجاء الحسين بن علي عليه السلام فدخل، فقالت أم سلمة: هو الحسين. فقال النبي صلى الله عليه وآله: دعيه. فجعل يعلو رقبة النبي صلى الله عليه وآله ويعبث به والملك ينظر. فقال الملك: أتحبه يا محمد؟ قال: أي والله إني لأحبه. قال: أما إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان. فقال بيده، فتناول كفا من تراب، فأخذت أم سلمة التراب فصرته في خمارها، فكانوا يرون أن ذلك التراب من كربلاء. رواه الطبراني وإسناده حسن. تربة كهذه يهتم بإحضارها الملائكة العظام كجبرائيل وملك القطر، وثم بعد ذلك يأخذ النبي هذه التربة ويقبلها ويشمها. وأيضا أخذ أم سلمة من هذه التربة والاحتفاظ بها أمام أنظاره وإقراره لها على ذلك، كل ذلك وغيره الكثير من الأحاديث التي تصب في هذه المعاني تؤكد وجود خصوصية لهذه التربة. فإن لم يكن هذا كله يدل على الخصوصية، فما هي الخصوصية عندكم؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله رسول الله خصيمكم يوم القيامة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أصحابك، ولعن الله قاتليك، ولعن الله سالبيك، ولعن الله خاذليك، ولعن الله من شاء على قتلك، ولعن الله مبغضيك، ولعن الله السقيفة وأصحابها. هذا وصلى الله على خير خلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.